يا أهلا وسهلا بالجداد في المطبخ. دي سلسلة حلقات هنبدأ نعملها حاجات سهلة في المطبخ. ده الرز الأبيض العادي المصري بتاعنا. في حلة على النار هنبدأ نحط معلقتين كبار سمنة معاهم معلقة زيت. السمنة علشان الطعم اللي احنا متعودين عليه، والزيت علشان يخلي الرز مفلفل. ودي على حسب ما انت عايزة بقى. هتحطي كوباية رز مصري مثلا، أو كوبايتين رز مصري، وبنقلبها كويس جدا في السمنة والزيت اللي احنا عاملينهم. ودي التركاية اللي فيها، اللي احنا بنقلبه كويس جدا. ممكن تضيفي عليها ممكن هحط كمان عليها معلقة خل علشان يبقى الرز أبيض، أبيض ناقع يعني. وبنقلب الرز كويس جدا علشان المكونات تمتزج كويس جدا مع بعضها. والحاجة الأهم بقى إن احنا هنحط مية مغلية. دي أهم حاجة فيها، ما ينفعش نحط مية باردة. هنحط لكل كوباية رز كوباية مية مغلية، وهنقلب كويس. يا جماعة خدوا بالكم، الرز بيختلف من نوع لنوع. فاحنا لو بعد ما قلبنا شوية واتشرب حسينا ان هو لسه ني شوية، احنا ممكن نزود شوية مية برضو تكون مغلية. وهنحط طبعا الملح، دي حاجة اختيارية على حسب ما احنا بنحب. بنغطيه شوية هنا الرز اتشرب، يعني المية اللي فيه نزلت. وده بقى شكله بعد ما خلص، وألف هنا وشفا.